المغرب على وشك دخول نادي الدول المنتجة للغاز وفق عديد المؤشرات. على بعد 120 كيلومترا شمال الرباط، أولى بئر للتنقيب على الغاز الطبيعي انطلقت قبل 10 أيام، وأشغال الحفر في المراحل النهائية قاربت 1400 متر تحت الأرض. وداخل هذه الغرفة يجري تتبع العملية وفق تقنيات تكنولوجية جد متطورة. ناخذ منها لي بارامتر دو فوراج ليسونسيال، كناخذ منها لا ديتيكسيون ديال لي زانديس سيليا دي زانديس او با، نجيبوا لي زيشونتيون من اللي كيطلعوا من الفوراج، كنديروا لا ديسكريبسيون هنايا ديال لي زيشونتيون، كنشوفوا فين وصلنا في الحفر ديالنا. عملية الحفر متواصلة، ويمكن القول بأنها اقتربت من أهدافها بالعمق الإجمالي، ولا يمكن التكهن بإيجابية التنقيب من عدمه قبل نهاية الأشغال وإجراء العديد من الدراسات. لكن العمليات المختلفة المجرى على هذا الحقل ستكون ذات مردودية جيدة. حقل الغاز الطبيعي للغرب يوصف بالهام وفق الدراسات الجيولوجية، وعملية التنقيب على الغاز والبترول عموما تستقطب الشركات العالمية. طاقم العمل يتكون من حوالي 40 شخص. نحن الحقيقة كان الابروتش أو المقاربة إنه وقت بدأنا العمل في المغرب وهو الاستفادة من الخبرات المغربية. نحن هنا بجانب أول بئر للتنقيب على الغاز الطبيعي بمنطقة الغرب، مشروع ستتبعه 4 أوراش خلال هذه السنة، آبار تدخل ضمن 11 ورشا لهذا العام، فيما تمت برمجة 20 بئرا أخرى للتنقيب خلال السنة المقبلة عبر ربوع التراب الوطني.